السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد ولكن من راس البر. والنهارده هنتكلم عن مكان جديد، ولكن قبل ما نتكلم عنه خلونا الأول أقول لحضراتكم النقطة أو الكلمة اللي دايما بقولها لحضراتكم في كل فيديو أو في بداية كل فيديو. لو كنت من عشاق راس البر بما إننا فيها، فأكيد التواجد ليها من خلال الدخول على قناة الوصال على اليوتيوب أو صفحتها على الفيسبوك. ولو كنت من عشاق جمصة وعايز تعرف كل المعلومات الخاصة بيها، يبقى برضو قدامك طريقتين. الطريقة الأولى هي قناة الوصال على اليوتيوب وصفحتها على الفيسبوك، أو من خلال جروب فين في جمصة العراقي اللي من خلاله تقدر تسأل أي سؤال وتعرف على طول الإجابة. أما النهارده في المكان اللي احنا فيه، جايين في راس البر وفي شارع 51 عشان نتكلم عن واحد من الأماكن الجديدة اللي تم افتتاحها وفيها حاجات تقدر تستمتع بيها كتير. كل المعلومات وكل الحاجات الخاصة بالمكان من خلال الفيديو ده، ويا ريت طبعا أكيد تفضلوا معانا وتعرفوا كل التفاصيل الخاصة بالمكان. على طول ندخل المكان. وطبعا عايز أقول لكم قبل القصة يا جماعة إن أنا اتبهدلت في البداية، يعني الكلام ده كله بعد ما خلصنا، فالبهدلة دي سامحونا عليها، ولكن في النهاية هنشوف بقى المكان مع بعض من خلال التعليق الصوتي وندخل مع بعض. طبعا في البدايه حابب اشكر اداره جابي ان هي سمحت لنا بالتصوير داخل المكان، كل الشكر لهم طبعا وكل العماله او المديرين الموجودين. جابي يا جماعه بيقع في 51 في نهايته على النيل مباشره بجوار نادي المحاميين. طبعا مكان جديد تم افتتاحه السنه دي، واظن ان هو هيقدم خدمه فندقيه والعاب بشكل بسيط بشكل جميل لكل رواد راس البر. المكان بتتواجد فيه زي ما انتم حضراتكم ب 200 جنيه لكل الاشخاص اللي فوق ال9 سنين، اما اللي تحت 9 سنين بيدفع 150 جنيه بس. يعني لو معاك طفل تحت 9 سنين بيدفع 150، فوق 9 سنين بيدفع ال 200 جنيه. طبعا كمان لو معاك مرافق هينزل هيدخل يعني جوه، ولكن مش هيدفع، مش هينزل الحمام، هيدفع 150 بس، بجانب ان هم بيدوا له مشروب هديه. كمان المكان من جوه يعني يعتبر اقامه، ممكن تلاقي فيه اقامه وممكن كمان تلاقي فيه قعده جميله في اليوم وتقضي يومك. طيب ال 200 جنيه بقى اللي انا هدفعهم دول هقعد بهم قد ايه وهستفاد بهم ايه؟ مبدئيا كده هتلعب في الحمام وكمان الاكوا بارك، ولكن ل3 مدد مختلفه. يعني ايه؟ اليوم مقسم من الساعه 10 صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا، ومن الثانية ظهرا حتى الساعة السادسة عصرا، ومن السادسة عصرا حتى الساعة طبعا العاشرة مساء. دي ال3 مدد. حضرتك بتدفع 200 جنيه وبتقعد المدة منهم وبتطلع. يعني لو كنت موجود من الساعة مثلا 2 الظهر حتى الساعة 6 بعد كده بتطلع، ونفس الأمر بالنسبة لصباحا ومساء. طبعا المكان على النيل ومقسم لشقين. الشق اللي حضراتكم شايفينه ده هو شق الشباب، يعني المنطقة اللي المفترض بيتواجد فيها الشباب. اما المنطقه اللي حضراتكم شايفينها دي والاستراحه دي او الشезлونج ده بيكون للعائلات ومخصص للعائلات عشان يحصل عمليه من عمليات عزل العائلات عن الشباب ويكون في خصوصيه اكتر. لكن لو ما فيش بقى عائلات ممكن الشباب يتواجد عادي والامر بسيط. طبعا المشروبات جوه او الاكل بتكون على حسابك داخل المكان، لان موجود على الشمال زي ما حضراتكم شايفين الكافيه، وعلى اليمين موجود المطعم، وده اللي هنشوفه طبعا من خلال الفيديو. المكان عائلي اكتر منه شباب، ولكن طبعا موجود فيه شباب تابع للقوات المسلحه. وعايز اقول ان هو مكان جميل جدا، يمكن هو مش كبير في الحجم ولكن الشباب بتستمتع فيه وكمان الكبار وكمان الاطفال، وده اللي هنشوفه مع بعض من خلال الفيديو اللي قدام حضراتكم. طبعا زي ما انتم شايفين انا يمكن بحاول اعمل فيها سباح ماهر بقى، وبنزل من تحت الميه وبطلع وبعمل حركات. قال يعني الواد بيعرف يعوم اهو منظر وخلاص عشان ابين لكم ان انا يعني بحاول اعمل ان انا جامد وبتاع. المهم عايز اقول لكم كمان ان المكان زي ما قلت لحضراتكم على النيل، والرؤيه جميله جدا والقعده لطيفه فعلا في المكان، بجانب ان انت تستمتع بالميه. كمان من ضمن ال 200 جنيه تقدر كمان تلعب على الاكوا بارك الموجوده في المكان. والاكوا بارك الحمام ده مقسم، او حمام الاكوا بارك بعيد عن الحمام العام علشان خاطر محدش يتاذي من اي سرعه حد نازل، لو في طفل لو في حاجه محدش يتاذي ولا حد يجرى اي حاجه. وكمان الاكوا بارك عاليه وكبيره وفيها اكتر من خانه تقدر تستغلها وتقدر تستمتع بيها، والرؤيه من فوق حقيقي ممتعه انها على النيل مباشره، وهتشوفوا الموضوع ده. طبعا دي السلالم وهتشوفوا كمان الرؤيه من هنا، ولما نطلع فوق هنوري لحضراتكم قد ايه مهم ان تستمتعوا بالرؤيه الجميله دي. وده طبعا من فوق زي ما انتم شايفين حمامات السباحه، المنظر شكله جميل جدا. طبعا الاكوا بارك ببلاش من ضمن ال 200 جنيه اللي انت دفعتها من وقت دخولك في المكان. وطبعا بيتحط على ايدك كده صوره علشان خاطر الوقت اللي انت جاي فيه هو بس ده اللي انت هتقعد فيه، وبعد كده بيطلعوك وبيخرجوك وكل واحد فيه مواعيده. طبعا زي ما انتم شايفين احنا من فوق نقدر نشوف النيل بكل بساطه وبكل سلاسه، لان بجد الاكوا بارك عاليه وتقدر الشباب اللي بيحبوا الالعاب اللي من النوعيه دي يستمتعوا في المكان.
نيجي بقى للاكوا بارك تاني. زي ما انتم شايفين يمكن انا بنفسي هحاول ان انا انزل اكتر من مره عشان اقدر استمتع. عايز اقول لكم ان البتاعه دي سريعه قوي يا جماعه، يعني النزول فيها يبان ان هو سهل لكن فعلا سريع جدا، وفي اخرها الموبايل وقع مني بجد وكان الموضوع صعب جدا. طبعا ده كمان اطفال صغيرين موجودين في الاكوا بارك زي ما انتم شايفين بيستمتعوا مبسوطين بالمكان. وبرضه هجرب لعبه ثانيه يمكن الوقت ما يسعفنيش ان انا اجربهم كلهم، ولكن دي برضه سريعه ولكن اخف سرعه من الثانيه بشويه، ولكن برضه ممتعه بصراحه حبيتها يعني. طبعا سامح الحطاب واقف في وشي هناك بيصورني، ولكن خلاص تصور فين بقى، الدنيا كلها بقت ميه. عايز اقول لكم كمان ان في الاكوا بارك فوق رجاله بتحميك وتحت رجاله بتحميك عشان لو حد وقع على طول ينتشلوه. ده الاثنين دول واحد من الشباب اللي هناك بشكرهم جدا طبعا على التعاون. كمان موجود في الحمام نفسه بقى رجال امن، يعني رجال انقاذ زي ما انتم شايفين. يمكن اخونا المحترم ده واحد من ضمنهم، وموجود هو اكتر من شخص لحمايتك وحمايه اسرتك من اي حاجه ممكن تحصل داخل حمام السباحه الخاص بجابي اكوا بارك. اما بالنسبه للنقطه الاهم الا وهي الاطفال، مخصص لهم اماكن محدده، وعلى فكره يقدروا يلعبوا زي ما انتم شايفين في حمام السباحه عادي في الاماكن دي لانها مش عميقه. يعني يمكن دي طفله صغيره واللي وراها طفله صغيره موجودين وواقفه عادي ما فيش اي مشكله عندها. لكن بجانب بقى الحمام في حمام لطيف كده زي ما انتم شايفين صغير موجود وليه لعبه صغيره كده زي الاكوا بارك، لكن طبعا على قد الاطفال الصغيرين اللي هي 4 سنين و5 سنين والكلام ده كله بجوار حمام الاكوا بارك الكبير اللي حضراتكم بتشوفوه معايا ده. كمان موجود منطقه لالعاب الاطفال على النيل مباشره داخل جابي. يعني ايه؟ يعني ابنك هيلعب، طبعا الالعاب دي كلها مجانيه بعد ما انت دفعت القيمه الماديه اللي هي 200 جنيه او 150 لو الطفل تحت 9 سنين تقدر تلعب في الملاهي دي بشكل مجاني. وزي ما قلت لحضراتكم هي على النيل مباشره، والمكان والقعده لطيفه جدا ونظيفه جدا. ده المنظر من فوق، طبعا من فوق الكافيه الناحيه اللي هي الغربيه او الناحيه الشرقيه انا اسف، وطبعا هناك المطعم اللي في وشنا على طول، والمنظر من فوق والقعده من فوق زي ما انتم شايفين جميله لانها على النيل مباشره، مفيش اي حاجه تمنعك من رؤيه النيل والمراكب بشكل فيه نوع من انواع الانسيابيه. طبعا دي بقى المنظر واحنا نازلين من الكافيه. وعايز اقول لكم ان الاسعار هناك طبعا هسيب لكم في نهايه الحته دي الاسعار والمنيو بتاع المكان، وكمان هوريكم نوع من المشروبات كده بشكل سريع علشان خاطر تشوفوا ايه اللي ممكن يتقدم لك في جامي من مشروبات. وطبعا عندهم اكتر من صنف سواء كان مشروبات او الاكل. طبعا زي ما انتم شايفين يمكن المانجا كانت من النصيب ان احنا نجيبها، وكمان هنلاقي الليمون اللي موجود في المكان واكتر من حاجه. وزي ما قلت لحضراتكم هناك بقى الخدمه بنفسك، يعني انت بتروح تطلب تاخدها كمان وبتمشي، مش حد بيجيب لك، وممكن طبعا حد يجيب لك بس احنا قضينا الكلام ده كله. طبعا دي بقى اسعار المأكولات هتلاقوها في المطبخ، وهنقلب الورقه دلوقتي على طول مع حضراتكم عشان تشوفوا كمان اسعار المشروبات والسندوتشات في المكان. تقدر بقى توقف الفيديو وتشوف الاسعار براحتك. عايز اقول لكم كمان يا جماعه انه في جابي تقدر تاخد غرفه تسكن بيها ب 1000 جنيه في الليله انتهاء ب 2700 جنيه للجناح الفخم. يعني ايه؟ يعني سيادتك هتاخد ال 1000 جنيه وتقعد ليله بمزاجك. طيب هتستفاد ايه بقى؟ فطار والاقامه، وكمان ان انت قاعد تلعب في الحمام السباحه والاكوا بارك طول اليوم، يعني مش هتدفع اي حاجه ثانيه خالص ومالكش علاقه بالمده الزمنيه. وعايز اقول لكم ان كمان المكان مكيف، يعني الغرف مكيفه. طبعا ده الحمامات طبعا في نسائي بس ما عادش انا اجيبها عشان طبعا ما ينفعش يعني، ولكن دي الرجالي. وعايز اقول ان هي الحمامات مقبوله. ده اللي على يميننا ده طبعا المطعم، ودي لحظه خروجنا من المكان. وعايز اقول تاني يا جماعه ان الغرفه تاخدها ب 1000 جنيه لحد 2750 جنيه، يعني في اسعار مختلفه كله على اختلاف الاوضه. والاوضه تاخد معاها الفطار وكمان بتاخد معاها الاقامه، وكمان بتاخد والغرف يعني مكيفه، وكمان بتاخد ان انت قاعد في المكان طول اليوم بشكل بسيط. طبعا بنشكر الاداره المحترمه الموجوده داخل الجابي، وكان يوم جميل واتمنى ان شاء الله يكون يوم سعيد او فتره سعيده على حضراتكم في جابي براس البحر.
وطبعا ده كان الفيديو النهارده من داخل جابي براس البر، واحد من الاماكن الخاصه بالقوات المسلحه. الصراحه المكان ممتع بالنسبه لي، وطبعا الشرح فيه كله من خلال الفيديوهات اللي هتشوفوها حضراتكم. واكيد لو الفيديو عجبكم يا ريت ما تنسوش باللايك والشير والاشتراك في القناه عشان نوصل لاكبر عدد ممكن من الناس من خلال القناه باذن الله. طبعا لو كان جابي عجبكم والفيديو عجبكم ان شاء الله تختاروه كاختيار اول باذن الله، وان شاء الله تكون اجازه سعيده على حضراتكم في راس البر عموما وكمان في جابي بشكل خاص. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.